عملنا النهارده محشي. ايوه عملنا محشي، بقالنا كتير ما عملناش محشي مع بعض. وكمان الصيف والحر وغلو الاسعار، ارتفاع الاسعار بطريقه جنونيه. اعزكم الله، التعب، كنت تعبانه. عدم القدره ان انا، يعني كلكم عارفين المحشي كلنا بنقول عليه كتير الحركه وقليل البركه، بس النهارده بقى قررت ان انا اعمل محشي. طبعا ولادي بيحبوا المحشي فطلبوه مني، فما كانوش هيطلبوه مني هيطلبوه من مين؟ طبعا. فقمت كده وقلت اتنشطي، يلا يا بنتي قومي اعملي المحشي، الولاد بيحبوه طلبوه. وكمان يلا اعملي اكله حلوه كده، النهارده ليله الخميس، الولاد بيكونوا طبعا اللي في شغل واللي راجع من شغله، وبيكون كده يوم لذيذ باذن الله تعالى. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصي يا حبايب قلبي، نزلت السوق وجبت الكرومبه اللي عايزه اقول لكم كنت زعلانه منها قوي قوي الكرومبه دي بصراحه. هتقولوا لي زعلانه من الكرومبه ليه؟ هقول لكم. ال- الراجل بتاع الخضار او البياع اللي بيبيع الخضره دي يعني ضحك عليا بصراحه، ولا انا مش عارفه كنتش مركزه ولا ايه بالظبط. المهم ان الكرومبه دي يا بنات لما جيت بعد ما اشتريتها وقطع منها بقى الورق الاخضر البراني وكل الحاجات دي، طبعا مش هينفع ارجعها له تاني، لقيتها صغيره جدا وبكام؟ وب30 جنيه. فاهمين يعني ايه؟ يعني كنا بنجيب ام 30 جنيه دي كرومبه كبيره تعمل حلتين. دلوقتي انا جبتها وكنت ماشيه في الشارع محتاره ارجع له تاني ولا امشي بيها ولا اعمل ايه. كان كل غضبي منها ان هي خفيفه وقليله، مش هتعمل حاجه. والخضره عايزه اقول لكم بصوا ربطه الخضره قد ايه، مفيش كام عود خضره وب3 جنيه الربطه. يعني حرام حرام يعني. جبت الكرنبه وجبت الخضره والقرنين الفلفل الاحمر ده عشان اعمل بيه الطماطم تكون حمرا كده وشكلها حلو. جبت 2 كيلو طماطم، الكيلو ب15، جبت 2 كيلو ب30 وكرنبه ب30 ادى 60، والخضره بالفلفل كده واخد مني 15 ادى 75 جنيه. يا سلام، 75 جنيه ومعانا ربطة الملوخية يعني 80 جنيه. 80 جنيه يعني ب100 جنيه يعتبر. جبت الأكلة بس كده، الخضار بس كده من غير بقى رز ولا زيت ولا سمنة ولا فراخ ولا. فاهمين انتوا الكلام؟ يعني شايفين الدنيا رايحة فين؟ ربنا يرحمنا برحمته. نرجع بقى للفيديو بتاع النهارده. بصوا انا مسكت الكرومبه زي ما انتم شايفين كده، قمعتها او قورتها كده من فوق، ولقيتها بصراحه بتتفكك معايا بكل سهوله يعني. طلعت بنت الناس بسطتني في الحكايه دي، ما عذبتنيش ولا حاجه، لان في كرومب بيكون لافف وبيكون الورق لازق في بعضه. لا دي بصراحه مجرد ما قلت لها يلا على طول فكت معايا. رحت بقى فصلتها كده من بعضها، فصصتها، وفي الوقت ده كنت مولعه على الميه على البوتاجاز. حله ميه وحاطه فيها معلقتين كبار من الملح. تمام. رحت بقى خدت الكرومبه بتاعتي وعلى البوتاجاز ورحت اسلقها. بحط الورق الابيض الاول وبعدين الورق الاخضر. تمام. كده احنا وصلنا عند البوتاجاز وهبدا بقى ايه اسلق الكرومبه. طيب في ناس هتقول لي يا ام عمر ما كلنا بنعرف نعمل المحشي وكلنا بنعرف نعمل الحركات او الخطوات اللي انت بتعمليها دلوقتي. بصوا حبايب قلبي، كلكم زي ما قلت لكم ستات بيوت شاطرين على راسي من فوق. ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه وتعملوا احسن مني مليون الف مره. ممكن البنانات الحلوين زي ما قلنا، اللي بيساعدوا ماما في المطبخ. ممكن بنوتة حلوة في يعني في أول سنة جواز، عايزة تعمل الحاجات دي، تعمل محشي. طبعا متاح ليكم اليوتيوب، متاح كل القنوات ان انت تقدري تشوفي وتشاهدي كذا طريقة وكذا وصفة وكذا كذا حاجة، يعني بمعنى أصح انت تشاهديها وتعملي زيها وتعملي أفضل منها كمان. فهي مجرد ان انا بديكي الفكرة او اديكي كمية البساطة اللي انا بشتغل بيها او الطريقة اللي انا بشتغل بيها، وانت حبيبة قلبي اعملي بقى وابدعي في مطبخك زي ما تحبي. تمام. طبعا انا عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله مش بشكر في نفسي، لو عملت المحشي على طريقتي هيطلع معاكي ممتاز، كان زي السكر بصراحه. بصوا يا بنات، انا جبت كده 3 بصلات متوسطين الحجم، وبدات بقى اقطعهم مكعبات في الحله بتاعتي اللي هبدا اقلي فيها، بنقول عليها بنقلي للمحشي او بنعمل تخديعه المحشي او صلصه المحشي، ايا مسمى من ده انتوا تعرفوه اتكلموا عنه. نقول تاني هنقلل المحشي او هنعمل تخديعه المحشي او صلصه المحشي. ابدا بقى اقطع البصله زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغنططه، مش صغنططه قوي يعني، مكعبات حلوه كده ما تكونش برضو باينه في الصلصه قوي.
تمام. هقول لك برضو انا بعمل على قد كميه الرز او المحشي اللي انا هعمله. انا قلت لكم الكرنبه بتاعتي قد ايه وهعمل رز قد ايه. هعمل رز حوالي كيلو الا ربع من الرز. خدت له انا الثلاث بصلات المتوسطين دول. طبعا محشي يعني صلصه محشي يعني بصل كتير. الصلصه بتعشق البصل الكتير بالذات في المحشي. طيب لو انت هتعملي كميه اكبر من كده معاكي بقى من نص كيلو بصل لحد كيلو بصل، حسب الكميه اللي هتشتغلي بيها حبيبه قلبي. تمام. تمام. طيب كده بقى انا جبت البصل بعد ما قطعته في الحله، وببدا كده اشوحه على النار لحد ما ينشف من الميه بتاعته. لو انت هتعملي زي كده وهتقطعي البصل في الحله تبداي تنشفيه الاول من الميه، وبعدين بتحطي عليه الزيت والسمنه. لو انت هتقطعي البصل في طبق تاني وهتحطي الزيت والسمنه الاول، تستني لما الزيت والسمنه يتقدحوا يسخنوا بمعنى اصح، وبعدين تنزلي بالبصل. تمام كده. تمام. بعد كده حطيت معلقه نص معلقه كبيره من اللي انتوا شايفينها دي، يعني بما يعادل معلقتين كبار من بتوع الاكل سمنه. وحطيت حوالي 4 معالق من الزيت. محشي زي ما قلنا يعني بصل كتير، يعني صلصه متسبكه كويس، يعني الزيت او الماده الدهنيه تكون كتيره شويه علشان يكون كويس كده، وكمان يكون مرن معاكي، يكون كويس. يعني بمعنى اصح انا اتعلمتها ان المحشي صلصه بصل زيت كتير هيطلع 100%. تمام. ببدأ بقى. في ناس بتعمل المحشي بزيت بس، انا بصراحة طول عمري بحب اعمله بزيت وسمنة مع بعض. دي البصلة بقى بعد ما حمرتها ووصلنا للون ده، لازم توصلي للون ده كده في البصل، اللون الاحمر الحلو بيديكي بقى ايه تسبيكة للطماطم، واو جميلة جدا. في ناس برضو بتعمل المحشي ني في ني. كل واحد يا جماعة وليه طريقته المفضلة. كل هقول لكم على حاجه مثل كده قديم كانوا بيقولوه لي اول ما اتجوزت جديد. اول ما اتجوزت ودخلت على حماتي في بيت العيله راحوا قالوا لي كل دار وليها مدار. المثل ده بصراحه علم فيا. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني كل بيت وله طقوسه في في حياته الطبيعيه اللي بيعيشها، في ترويق البيت، في الطبيخ. مثلا بيعملوا الاكله غير اللي انت متعوده عليها في بيت اهلك. فاهمين انا قصدي ايه؟ فالمثل ده بيدور على نحو التفاصيل اللي انا بقول عليها، ان كل دار وليها مدار. يعني كل بيت وله تفاصيله وتركاته وحركاته في الترويق والطبيخ والحاجات دي كلها. تمام. تمام. طيب بعد كده بقى بعد ما ولعت عملت التخديعه او التقليه او الصلصه، وحطيت لها معلقه ونص كبار من الملح وخلاص، وكده الدنيا تمام. كنت حاطه طبعا الفلفل الاحمر انتوا شفتوه معايا في الفيديو ده، قرن فلفل بحاله كده كبير حطيته مع الطماطم، عشان كده تلاحظوا ان الطماطم حمراء قوي. غير كده الطماطم في السوق مش حلوه خالص الايام دي، مع بالرغم من انها غاليه. تمام. لو ما عندكش الفلفل الاحمر دوت ممكن تحطي معلقه كبيره من البابريكا اللي هي الناعمه المطحونه. تمام. رحت بقى انا جبت جبت ورق الكرنب بعد ما كنت مفرده كده على الصينيه بعد ما سلقته، قلت يبرد شويه عبال ما اعمل الصلصه، وبعدين ارجع اقطع ورق الكرنب بالطريقه دي يا بنات. كده ببدا اقطع العين او الحته الناشفه اللي في الورقه دي، وبعدين ابدا اساوي الورقه واقطعها زي ما انتم شايفين حسب حجم الصباع المحشي اللي انا هستعمله. وهنا بقى رحت قاعده كده في الصاله على الترابيزه بتاعه الانتريه، وكده خلاص بقى انتوا عارفين المحشي مش هيستحمل وقفه المطبخ كتير، بيبقى يوم مرهق بصراحه. وحطيت جنبي بقى التوابل بتاعتي والخضره كنت قطعتها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه، وجنبي حله الصلصه، وجنبي حله الرز كده غسلاه وحطاه في المصفى يتصفى من الميه اللي فيه. برضو من اسرار نجاح المحشي ان انت تصفي الرز تماما، يكونش فيه ميه، الخضره ما يكونش فيها ميه، تكون متصفيه كل حاجه كده على الشعره مظبوطه. تمام. فرحت جبت بقى بصلايه، ده برضو من التركات الحلوه قوي في المحشي اللي انا متعوده عليه وبعمله. ربنا يديها الصحه والعافيه حماتي بصراحه، يرجع لها الفضل، علمتني الحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم كل دار وليها مدار. انا دخلت على حماتي قلت لها انا ما اعرفش اعمل حاجه خالص علميني، فقالت لي بنعمل كده كده. ورحت بقى بنقطع البصله زي ما انتم شايفين، قطعتها كده مكعبات برضو، وبنزل عليها بالتوابل بقى. عندك كزبره، عندك كمون، فلفل اسود، حبه دقه. الدقه ده انا قايله لكم عليها كذا مره عندي على القناه. تحطي فلفل اسود، بتحطي خلطه المحشي بنشتريها جاهزه من عند العطار. بتحطي بقى لو حابه من اللي انت من النوع اللي قوي بيحب القرفه في الاكل كنت تحطي نص معلقه صغيره من القرفه. تمام. كل الحاجات دي طبعا النكهات دي بترجع لك انت بقى. تمام. فبعد كده هقول لكم بدات ادعك البصله كده بايدي، طبعا مش بالمعلقه خالص مش هينفع. فطبعا انا ايدي طول النهار في المطبخ فنضيفه، ما حدش يطلع يقول لي ياعي ومش ياعي وفين الجلافز والكلام ده، لا
انا متعوده وقايله لكم، يمكن المتابعين قناتي عارفين ان انا ما بعرفش استخدم الجلافز في الاكل او ان انا اقف في المطبخ. فرحت قلبت بقى كده كل الخليط مع بعضه، البصله مع التوابل والخضره والرز، وابدا كده. لازم تكون كل حاجه كده مظبوطه على الشعره، يعني الخضره ولا هي كتيره ولا هي قليله، مظبوطه. الرز برضو نفس المقياس، الخضره. الصلصه بتاعتنا اللهم بارك هتشوفوها لما نقلبها على الرز بتكون عامله ازاي، بتكون ممتازه. برضو ظبطت معانا الدنيا، ماهيش كتيره وماهيش قليله خالص. انا متعوده احب صلصه المحشي او تخديعه المحشي تكون زي ما انتم شايفينها كده متسبكه، مظبوطه، تقيله. تكون حمرة كده في الرز، ما تكونش قليله. تمام. فرحت بقى ضفت الصلصه يا بنات كده زي ما انتم شايفين على الخليط اللي عملناه مع بعض، اللي هو عباره عن الرز والخضره والبصله اللي بهرناها بالتوابل. هبدا بقى اقلب الخليط كله كده مع بعض. اللهم بارك. عايزه اقول لكم ريحه المحشي بتاعي كانت جايبه يعني عايزه اقول لكم الشارع اللي ورانا. مبالغه شويه مبالغه شويه، مش مشكله، بس يعني من قوه الريحه بتاعته من جماله كان فعلا عامل قلبان. فمش بشكر في نفسي، بس الحمد لله تعالى. ربنا يا رب يديمها عليا نعمه ويزيدكم من نعيمه وتعملوا احسن مني زي ما قلت لكم الف مليون مره. كلكم على راسي من فوق، احلى متابعين، احلى جمهور حله وبوتاجاز مع ام عمر. وطبعا اللي وصل معايا لحد هنا في قناتي ولسه ما عملش لايك للفيديو، يا ريت تعملوا لايك واشتراك للقناه اللي لسه ما اشتركش في قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديوهات اللي انا بنزلها. وطبعا مش هقول لكم لازم تعملوا شير لكل اصحابكم وحبايبكم عشان يشاركونا الوصفه الجميله القمر دي، وكمان نقدر نصعد بالقناه بتاعتنا لمكانه ترضينا وترضيكم باذن الله تعالى. احلى جمهور حله وبوتاجاز. يا رب نكون عيله كبيره 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 جدا جدا. عقبال يا بناتنا يعني تباركولي بالمليونيه، نفسي ومنى عيني اوصل المليون. تخيلوا بقى اما نبقى بعد كام سنه كده باذن الله، او ممكن بعد كام شهر، الله اعلم. يعني ده نصيب طبعا، ربنا كاتب لكل واحد نصيبه هيشوفه ازاي، ومقدر ومكتوب زي ما بنقول كده. انا بقول لكم انا بدوق بدوق الرز اهوت، بشوفه طعمه عامل ايه، محتاج ملح او حاجه ولا لا. فزي ما قلت لكم كده هنتقابل بعد قد ايه بقى يا عالم، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، بعد سنتين، وانا معايا المليون متابع. يا سيدي يا سيدي، يا فرحه كبيره قوي 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 يا بنات. يا ريت يا ريت يعني فضلا وليس امرا، اللي بيتابع الفيديو وبيسمعني دلوقتي يا ريت تتابعوني وتعملوا لي اشتراك لو لسه مش مشتركين عندي، والمشتركين عندي حبايبي ومتابعيني تعملوا يعني ادل كل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم عشان الكل يشترك في القناه بتاعتنا ونقدر نوصل للمليون باذن الله تعالى. اكبروا بخاطري وفرحوني، رجل ما ربنا يكبر بخاطركم ويفرح قلوبكم يا رب العالمين. بصوا يا حبايب قلبي، لفه المحشي سهله جدا جدا، مفيش اسهل منها. بصوا انا هوريكم 1 و2 و3 وبعد كده اخلص بقيه حشو المحشي وارجع لكم تاني. بصي بتحطي حبه من الرز وتلفي كده عفوا. طبعا مهما احكي لك انا هعملها ازاي مش هينفع غير لما تشوفيني زي ما انت شايفه كده بالظبط، وتبداي تكرري الخطوه مع نفسك مره واثنين وثلاثه لحد ما توصلي للفه المظبوطه للفه المحشي. تمام. وادي بقى حله المحشي القمر بتاعتي اللي انا قعدت اعمل فيها، بس بصراحه على قد ما كانت الكرنبايه صغنطوطه، بس هقول لكم انا عملت ايه وما عرفتش اصور اللحظه دي. انا كان عندي ورق لفت. ايوه في ناس هتقول لي يا ورق لفت، لا مش يا ولا حاجه، اكنك بتاكلي زبده احلى اقسم بالله من ورق العنب. ورق اللفت كنت شايلاه في اوانه لما بيظهر اللفت، بشيل الورق بتاعه وبحطه في الفريزر عندي من غير سلق ولا اي حاجه، يا دوبك بس بشطفه كده واروح شايلاه في الاكياس وحطاه في الفريزر. طلعت كده لفه ولفيتها في نص الحله، هتشوفوني وانا بقلب لكم المحشي حطيته في النص، وبعدين رصيت بقيت الكرنب من فوق، وبعدين حطيت شويه العنق كده زي ما انتم شايفين الابيض اللي على الوش ده عنق الكرنب، بحبها بحب اكلها. في ناس بتحطها في قاع الحله وفي ناس بتحطها كده وفي ناس ما بتحطهاش خالص، دي برضو حسب الاريحيه، الحاجه اللي انت بترتاحي لها. والشوربه بقى يا بنات مقدار عقد المحشي بتحطي لحد ما بيبان لك كده ايه, مش من فوق بصوا زي ما انتم شايفين كده كده تمام. يعني انت بتحطي لحد ما يعني تبدا تظبط معاكي، حطي بس كمان كبشه. ايوه كده انت تشوفي الشوربه بس كده من بعد تاني صف،
ما تطلعيش الشوربه مقدار الشوربه لحد فوق. وعند ما بتبدا تغلي معاكي حله المحشي يا قمرايه، تحسي ان الشوربه كلها طلعت فوق، تقولي ايه ده عقده كتير قوي. لا ما تخافيش خالص، مش كتير ابدا. انت مجرد ما يغلي معاكي المحشي، ما تستنيش ان هو ينشف زي الرز، توطي، تخلي بقى النار متوسطه عشان ما يتلسعش منك ويعمل ارضيه، وكمان في نفس الوقت يديكي طعم مفيش بعد كده. بألف هنا على قلوبكم، بألف هنا على اللي أكل من المحشي، وادعوا لي دعوة كده حلوة من قلبكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ربنا يجعل الخير والمحبة والمودة دايما ما بيننا وبينكم، دايما عمرنا بالخير وقلوبكم. أحلى جمهور حلة وبوتجاز مع أم عمر. ايه رأيكم في المحشي بتاع النهاردة حبايبي ومتابعيني؟ عملت ورق اللفت، ورق الكرنب، وأحلى حلة محشي هتاكلوها من إيدي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.